كيكو كاسيه اصبح عقده لرونالدو، يعني اصبح عقده لافضل الهدافين في الدوري الاسباني في الوقت الحالي. واضح ان كيكو كاسيه مركز اكتر مع رونالدو، مركز اكتر على او ربما رونالدو مستعجل اكتر. صحيح ممكن. واضح ان في 3 مباريات الامور كانت صعبه جدا امام رونالدو، بس هو للامانه حارس بارع. نعم، حارس عنده امكانيات عاليه جدا، حارس متمكن تحت الشبكه، عنده رد فعل. انا نقول بان ربما هناك حالتان، هناك تميز الحارس واستحقاقه لكل الكلام الذي نقوله عنه، وايضا نوع من هنا بالطبع شاهدنا الكره في صدها، والكره الثانيه كانت اصعب في الشوط الاول، ولكن هناك ايضا نوع من الاستعجال او محاوله رونالدو مفاجاه كاسيه. يعني هي برضو الكرات اللي جت لرونالدو هتلاقيها قليله جدا في الشوط الثاني تحديدا، وخاصه ان رده فعل اجيري كانت رده فعل مختلفه خالص، وده لا ينفي ان كيكو كاسيه من افضل الحراس اللي موجودين في الدوري الاسباني، وانا في رايي يستحق ان يكون في نادي اكبر من اسبانيول مع احترامي وتقديري لاسبانيول نظرا لامكانياته الفنيه. ممكن يلعب في برشلونه مرتاح جدا، نعم. ممكن يلعب في ريال، ولكن ريال يمتلك حارسي مرمى. انا في رايي احسن من دير شتيجن لو نعم. الحارس الالماني. ولكن حينما يلعب في مثل هذه الفرق حارس من هذا القبيل ويختبر امام برشلونه، امام ريال مدريد، امام اتلتيكو مدريد، تظهر مهاره الحارس. اذا لعب فريق كبير ربما قد لا تتاح له الفرصه لحكم دفاع قوي، فريق متوهج، حتى وان جاءت اهداف قد لا نرى توهج الحارس، بس حينما يكون التركيز على المهاجمين، على النجوم، على ميسي، على رونالدو، على دييغو كوستا وعلى اخره. بس كابتن الاحتكاك بيبقى الخارجي اعلى واقوى. انت بتتكلم نعم. على الليجا الاسبانيه فقط لا غير، بيلعب الريال والبارسا. لما ينتقل للريال والبارسا يلعب في دوري ابطال اوروبا هتلاقي بيلعب مع فرق وانديه كبيره جدا ممكن تاهله وكمان يكون حارس منتخب. عشان كده اعتقد ان كيكو كاسيه عنده مستقبل كبير في الفتره الجايه مع فرقه من الفرق الكبيره وخاصه الريال مدريد. انا في رايي اجيري ادار المباراه تكتيكيا في الشوط ممتاز، اكبر الريال اللي نلعب على المرتد، عمل انتشار ممتاز جدا بالنسبه لفرقته، عمل تعديله بنزول كوردوبا كراس حربه ثاني مع جارسيا، وده اللي يمكن عمل الفارق الكبير جدا. وبعض الاوقات كان بيبقى بيتسي ثالث كمان لعيب مع الاربع مدافعين، رجع دفاع الريال، عمل فارق كبير في وسط الملعب، خلى وسط ملعب الريال يرجع لتحت شويه، وكمان في فرق كبير ما بين خط الهجوم. النقطه الاهم هو قفل، عمل بلوك على اطراف الريال اللي كانت موجوده في الشوط الاول. كنا بنشوف كونتراو واربيلو، في الشوط الثاني لم نرى لا كونتراو ولا اربيلو في الحته الاماميه، ما فيش الا خيسيه وانخيل دي ماريا، وكان في ضغط عليهم من بيتسي واستواني او على الاقل جارسيا وكوردوبا. وانا في رايي اداره المباراه كانت ممتازه جدا من اجيري، ولكن هو اداره الى ما هو مش عقل اجيري. الخروج باقل الخسائر امام الريال او التعادل في ماذا كان سيكسب؟ بمعنى هو خسر مباراة الذهاب ومتخلف بهدف في مباراة الإياب، بس متاخر قوي يا كابتن. هو ليست له الجرأه الهجوميه، ارجع لاهدافه حتى في الدوري الاسباني هتلاقي اقل بكثير جدا على المستوى اللي موجود الفرقه. ولكن حينما ننظر الى اداء الاسبانيول في الموسم الماضي في الدوري والتعادل هدفين لمثلهما في قلب مدريد والمستوى الكبير الذي اظهره الاسبانيول، نفاجأ كيف ان الاسبانيول اليوم لديه فرصه لكي يعود في المباراه ويحاول ان يهدد مرمى كاسياس، ولم يفعل ذلك الا نادرا. انا اسف، انا في رايي ان في فرق كبير جدا بين جارسيا وكوردوبا وبقيه اللعيبه بالنسبه لفرقه اسبانيول. حارس مرمى ممتاز، وانا في رايي خط دفاع اكثر من رائع، اخطاء قليله جدا امام لعيبه مهره لعيبه الريال او اي فرقه اخرى، ولكن في النهايه يفتقد الحته الهجوميه او الجرأه الهجوميه، ودي ترجع لعقليه مدير فني وعقليه مدرب. المفروض يكون افضل من هذا لانه يمتلك مجموعه عناصر انا في رايي كويسه جدا اسبانيول. اتفضل.